من السهل علينا كبشر إننا نبالغ في تقدير أهمية لحظة واحدة مميزة في حياتنا، وفي كتير من الوقت بنقنع نفسنا إن أي نجاح كبير أو تحسن في حياتنا لازم له شغل وفعل كبير، زي تأسيس شركة أو الفوز ببطولة أو تحقيق أي هدف في حياتنا. وفي نفس الوقت فالتحسن بنسبة 1% مفيش حد هيقدر يلاحظه ولا حتى انت، لكنه ممكن فعلا يفرق بنحو كبير جدا بعد كده في حياتنا. والتغيير ده عشان فعلا يبقى دايم في حياتك لازم يتحول لعادة بتعملها بدون تفكير فيها. لو قدرت انك تتحسن في حاجة واحدة في حياتك بنسبة 1% كل يوم طول السنة، هتخلص السنة وانت أفضل بنسبة 37 مرة في الحاجة دي. وبرضه لو انت فضلت تكون سيء في حاجة بتعملها بنسبة 1% كل يوم، في حالك هيتدهور وصولا للصفر. ولكن قبل ما نعرف ازاي تقدر تبني عادة كويسة في حياتك، لازم الأول تعرف يعني ايه عادة. العادة هي عبارة عن روتين انت بتعمله بوعي أو بدون وعي منك، حاجة ثابتة في حياتك. طب ازاي نبني عادة كويسة في حياتنا؟ لو رجعنا لكتاب اتوميك هابس او العادات الذرية لجيمس كلير، هنلاقي انه ملخص الإجابة عن السؤال ده، او ازاي انك تقدر تبني عادة حسنة او تهدم عادة سيئة في حياتك، في 4 قوانين رئيسية. وهي القانون الأول: أن تكون واضحة. خلي العادة اللي انت عايز تعملها وتحافظ عليها واضحة قدامك في كل مكان وفي كل وقت. يعني مثلا لو عايز تقرأ كل يوم قبل ما تنام، فلازم تحط الكتاب اللي انت عايز تقراه جنب السرير عشان تفتكر القراية كل ما تروح تنام. وبكده هتكون العادة اللي انت عايز تبنيها واضحة قدامك، كل ما تكون عايز تنام هتلاقي الكتاب قدامك. القانون التاني: أن تكون جذابة. عشان تقدر تحافظ على عادة بشكل دايم لازم تخليها جذابة في عينك، تخلي رغبتك في إنك تعمل العادة دي كبيرة، زي مثلا إنك تسمع الموسيقى مع ممارسة الرياضة. ده هيخليها جذابة في عينك وتقدر كل ما عملت واحدة تفتكر التانية. القانون الثالث: أن تكون سهلة بقدر الإمكان. بعد كده تقدر تحسن عليها زي ما أنت عايز، وعشان تعمل كده لازم تخليها سهلة بقدر الإمكان، عشان كل ما العادة بقت أسهل كل ما كان المحافظة عليها أسهل. زي مثلا لو عايز تبني عادة زي القراية، فلازم تسهلها بقدر الإمكان، زي إنك تقرأ لمدة دقيقتين بس يوميا. وعشان القراية لمدة دقيقتين أمر سهل، هتعرف تعملها كل يوم وهتعرف تتعود عليها، بعد كده تقدر تعدل عليها زي ما أنت عاوز. القانون الرابع: كافئ نفسك. ودي مرتبطة أكتر لو أنت عايز تهدم عادة سلبية في حياتك. لما بتكافئ نفسك إنك نجحت في إنك تبطل عادة سيئة كنت بتعملها، فأنت كده بتشجع نفسك إنك ما تعملهاش بعد كده، بل وبتدرب دماغك إنه يسيب العادة ديت عشان المكافأة. الخلاصة: بناء أو هدم أي عادة في حياتك هي عبارة عن معركة هتخوضها بينك وبين نفسك. لو فزت في المعركة دي فأنت نجحت في إنك تغير حياتك للأفضل. وافتكر إن أي عادة سواء إيجابية أو سلبية مكونة بشكل أساسي من 4 قوانين: هي الإشارة أو الوضوح، الرغبة أو إنها تكون جذابة، الاستجابة أو إنها تكون سهلة بقدر الإمكان، وآخر حاجة هي المكافأة. لازم تكافئ نفسك على أي حاجة، على أي عادة أنت عملتها، سواء العادة دي كانت إيجابية أو بطلت عادة سلبية. ودول كانوا 4 قوانين لبناء العادات. كان معكم محمد صلاح، السلام عليكم.